بقول لك ايه يا حبيبي، هتسحب فلوس؟ لا، مستناها تعمل لي سحلة. طب هي فيها فلوس؟ لا، فيها سندوتشات كبدة وساعات بالليل بيعملوا بانيه. طب وحياتك يا ابني عايزك تسحب لي المعاش. ماشي يابا، ها. اجيب ايه يا ابني؟ عيب، انت هتقلبني عشان تسحب لي المعاش؟ يابا الحاج اقلبك ايه؟ هو انت كوباية شاي؟ لا سحلة بمكار. هات يابا الفيزا. فيسه؟ فيسه ايه يا ابني؟ عيب الكلام ده، انا قد امك. يا عم الحاج، الكارت اللي بتسحب بأمه الفلوس. ايه ده؟ هو لازم؟ امال انت عايز تسحب بايه؟ اجيب لك حبل تسحب بيه؟ طيب روح يا حاج، هات حبل وتعال. طب انا معايا كيس شاي فتلة، ينفع الحبل بتاعه؟ لا كده هيتقطع والمعاش يروح عليك. طيب هروح اجيب لك حبل جامد واجي، اوعى تمشي. طريق السلامة انت. ما تقومي يا ففيتي تعملي لي كوبايه شاي. الشاي مضر بالصحة العامة على حسب آخر دراسة اتعملت. ومين ابن الجزمه اللي عمل الدراسه دي؟ أنا. ودي عملتها فين ان شاء الله؟ تحت بير السلم؟ أحي، ده شكله مندوب الشاي. يا اللي قاعدينك فيكوا شر اللي راكبين، ولا كانت اللي جايين باي؟ ما خلاص يا اللي تنشك في معميعة، كارت الكهرباء هيخلص الله يخرب بيتك. قومي يا عفاف افتحي الباب. هو ينفع يبقى راجل البيت قاعد والست تقوم تفتح الباب يا سيد الرجالة؟ ليه هو انت هتفتحي عليه باب الحمام يا ولية؟ افرض فتحت له وطلع راجل غريب وشاف فتلة من شعري. شعرك ده انا متجوزك من 25 سنة، ما شفتش لأمك شعر. هو انت قرعة يا عفاف؟ ايه قرعة؟ ده انا شعر احسن من نرمين منرو. مين نرمين دي؟ دي ملكة جمال عزبة الصفيح 3 مرات. ودي اخدت جايزة ايه؟ صفيحة سمنة؟ يا كلب البحر انت هتخلص كارت الغاز. غاز ايه يا راجل؟ وانت حافظ مش فاهم؟ ده هيخلص كارت المية كده. خبر اسود، المية كمان؟ ما بدهاش بقى، كان عندي امل يزهق ويمشي، بس ده شكله ابرد من بتوع خدمة العملاء. صباح النور يا فندم. خبر ايه يا حيوان انت؟ هو الجرس ده ملوش صحاب؟ اهدى يا فندم. انت شايفني بشد في شعري يا حمار؟ لا يا فندم، العفو. خير. انتوا كنتوا نايمين ولا ايه؟ وانت مال اهلك؟ ولما انتوا صاحيين يا علم يا محترمين، سايبين اضرب الجرس ده كله ليه؟ وانت تضربه ليه اصلا؟ وعمل لك حاجة؟ معلش يا عم الجرس، انا اسف، حقك عليا. حلو كده يا عم الحاج. يلا بوس على راسه. هو في ايه يا عم؟ انت هتسوق فيه ايه؟ معايا رخصة اسوق براحتي، انت عايز ايه؟ حضرتك مش باين عليا. انت بلبسك ده باين عليك بتاع الصرف الصحي. هو انت اللي جاي تسلك البلاعة؟ لا يا فندم طبعا، انا مندوب شركة شحن خد وهات. يوم التلات. لا، شغالين طول ايام الاسبوع. ده عشان القافية وكده. الله عليك يا فندم، روح الدعابة عندك تجيب السكر. وماله يا ابني؟ ده السكر غالي اليومين دول حتى. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انا كنت جاي هنا ليه؟ هو انت جاي تتوه عندنا ولا ايه؟ ما انت يا عم ساحلني معاك في حوارات من الصبح. انجز، انت عايز ايه؟ عايز اشرب عصير اسرع. هو حد قال لك هنا معصرة الامل؟ يا ساتر على البخل يا فندم، في اوردر باسم عظمة الجزار. ايه اوردر؟ انت طلبت اوردر؟ رد علي، انت طلبت اوردر؟ والله ما طلبت حاجة. ايه ده يا عم؟ اوردر باسمك انت، هطلبه انا ليه؟ وانا ما طلبتش حاجة، يبقى تاخده زي الشاطر وتروح لهم. عيب يا فندم الكلام ده، احنا شركة محترمة. لو مش عايز تستلم براحتك، بس هو تمنه مدفوع بالفيزا، وانا ممكن اخده لامي. انت قلت ايه؟ مدفوع بالفيزا؟ اه يا عفاف يا بنت الصرمة، عشان كده يا حبيبي ويا قلبي ويا فشتي ومش مظبوطة بقالها كام يوم كده. طب هاتوا الاوردر ده وطريق السلامة انت. طب فين الحلاوة بقى يا فندم؟ اتفضل يا سيدي، احلى حباية حلاوة، خد بالك دي من الغالية من ام باريزي. يا ساتر على دي ام شغلانه، انا هروح الم علب كنز احسن. احسن لك والله، وانت نازل خد بالك من السلمة المكسورة احسن. خد الشر وراح. الا انت طالبة اوردر يا عفاف؟ اه يا جوزي يا حبيبي، يا مهنيني يا مدلعني. بلاش يا عفاف، مش هاكل الكلام ده. قوليلي ايه اللي جبتيه ده وعامل كام الزفت ده؟ دي حاجات مهمة وهتعجبها. يا رب تعجبني بدل ما يكون اخر يوم في عمرك النهارده يا عفاف. دي بقى خلاصة زيت لبن العصفور. الله، لبن العصفور؟ هو العصفور بيجيب لبن؟ هو انت ما تعرفش ده بيبيض كمان؟ شكلي انا اللي هخليك تبيضي.
هو العصفور بيبيض يا جهلة؟ امال بيعمل ايه؟ بيولي. والله يا اخويا دول عيلتك وانت ادرى بيهم. ما تتلم يا ولية. طب على سيرة العيلة الكريمة، في سؤال جه في عقلي. وجالك منين العقل ده بعد الشر يعني؟ ده انا عقلي يوزن مصحة بالعيانين بتوعها. مصحة ايه؟ هي مش كانت يوزن بلد؟ ما علينا. سؤال ايه قوليلي؟ هو الثعلب بيولد ولا بيبيض؟ يا عفاف الثعلب مكار، توقعي منه يعمل اي حاجة. اما عيلتك دول عليهم حاجات غريبة. مش احسن من عيلتك يا ولية؟ ده ابوك كان فاكر المكرونة بتتزرع في مصر. امال هي بتتزرع فين؟ في السعودية. طب الشعرية بتتزرع فين؟ يا بنت العبيطة، المكرونة والشعرية بتتصنع في السعودية برضو؟ يا رب. يا رب صبرنا عليها، ده عبيطة ومليش غيرها. طب انت مش عايز شاي يا سيد الناس؟ طب والدراسة اللي عملتيها؟ اعتبر اني رميتها في الزبالة، هو انا عندي كام عظمة يعني؟ روح قلبي انت. مش عايز زفت، كملي. جايبة ايه تاني؟ دي بقى ليها فوائد كتير. ايوه، ايه هي بقى الفوايد دي؟ ما انا مش فاكراهم دلوقتي، هو انا عقلي دفتر يا راجل؟ انت ما عندكيش عقل اصلا يا عفاف، ده احنا مخبيين عليكي. افتكرت اهم فايدة. ايه هي؟ دي عشان تفك التوتر. ده انا اللي هفك نفخك من دماغك المصدي يا بعيدي. ده حلو حتى بص. انا قلت له يابا بلاش اتجوز، قال لي يا ابني لازم تحافظ على السلالة. ده احنا كده مش هندمر السلالة، ده احنا هندمر البشرية. اما دي بقى الصبارة الراقصة، عشان ترقص لك، عشان يعني انا ما بعرفش. لا، انا عايز صبارة تحطها على قبري لما اموت مشلول منك يا عفاف. اتوكل انت على الله ومالكش دعوة. عايزة تموتيني يا ولية يا اللي جاتك رزية؟ ما تقطعش انت بس وقول يا رب. ماشي يا عفاف، سهل. ودي علبة تونة لقيت عليها عرض بجنيه واحد بس. اهي دي الحاجة الوحيدة المفيدة في الاوردر ده. بس فيها مشكلة، ايه هي؟ مش سهلة الفتح. ممكن نفتحها بسكينة عادي جدا. لا، ما انا شغلت دماغي وجبت لها مفتاح ب 500 جنيه. يعني علبة التونة بجنيه والمفتاح ب 500 جنيه؟ ادعى عليك بايه وانت فيك كل العبر، يا ريتك ما شغلت دماغي. اما دي بقى ايه؟ صن بلوك. هي مش بلوك دي يعني حظر، وشمس يعني صن. يخرب بيت اهلك، انت هتعملي حظر للشمس؟ بلوك ايه يا راجل يا اللي ما عدتش من قدام مدرسة؟ ده مرهم عشان الشمس لما توديني المصيف. مصيف؟ وعاملة كام شوية الحاجات دي ان شاء الله؟ شوية فكة يا اخويا، ولا يهزوا شعرايا من معلم كبير زيك. اخلصي يا ولية. كام؟ عروض التوفير وفرت لنا 5 جنيه. احيه. دفعت كام يا عفاف؟ 10,000 جنيه بس. بعتذر، عظمة اتشل ومش هيقدر يكمل الحلقة. يلا بقى وروني شطارتكم يا ستات، وشيروا الفيديو مع اللي بتحبوهم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، واستنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي.